وقت استعداد القتال بتفيد شغلتين مهمات، وهي عمليه الهجوم على الخصم والدفاع. تمام؟ يعني انا بهذا الشكل بقدر اوجه ضربه، كمان انا بهذا الشكل بقدر ادافع عن حالي من اي ضربه، وكمان شغله مهمه بتسهل عليه عمليه المراوغه والتحرك في الحلبه. تمام؟ حلبه القتال. علشان هيك هي وقت الاستعداد مهمه جدا، ولازم انت تكون متعلمها وتعرف تلعبها. وكمان شغله رابعه، لو انت كنت واقف وضعيه قتال غلط بتصعب على حالك توجيه ضربات الخصم. يعني هي انا واقف ضربه وضعيه قتال بهذا الشكل، طلع كبده الف حالي بعدين ايش؟ بعدين اضرب. هاي انا واقف ضربه قتال بهذا الشكل، بدي الف حالي بعدين ايش؟ بعدين اوجه الضربه. هو انا بهذا الشكل وجهت ضربه طلعت الجسر على الجزيره، وجهت ضربه طلعت وصلت. عشان هيك انا لازم اتعلم وضعيه القتال بالشكل الصحيح. بالنسبه لوقت القتال يا شباب، بديش رجلي يكونوا ورا بعض بهذا الشكل، بدي اخلي رجلي بزاويه، تمام؟ لانه ورا بعض يكون عندي ايش؟ فيش توازن، فهيك بيكون عندي انا قوه وصلابه في وقفي. تمام؟ بالنسبه ليد اليمين بدي احطها على نقطه الضعف، نقطه الضعف اللي هي ايش؟ الفاف. تمام؟ واليد اليسار في الامام لعمليه توجيه الضربات وايش؟ والديفنس، انك كمان تدافع عن حالك من اي ضربه. تمام؟ شباب بالنسبه لاول ضربه هنلعب مستقيم شمال يمين، شمال يمين. كويس؟ جميل. طلع كده جسمي بندفع للامام، بندفع للامام، بندفع للامام. قوه الاندفاع هذه هي قوه الضربه تبعها. اما لو انا جيت لعبت حس فيها قوه، فيش فيها قوه، طلع بس لو قدامك 100 مكان بتاثر في الضربه تبعتك حتى لو كان وزنك خفيف. الجسم البطل. تمام؟ يلا مع بعض بدنا نلعب مستقيم شمال مع العد. حلو. ايوه ادفع جسمك. 2 3